المزن بنت ابن مدلج حياها سيرة باسم مناصر يزين الشعر واوزانه. في بنت صقر المديح مواصل سيره، وفي غيرها المدح سلعمالها خانه، وفي غيرها المدح سلعمالها خانه. قناة بندر. الشعر والقافي والمعنى وتصويره مضمون عندي وماجد عنده الحانه، واشراع على شاعر مجاد تعبيره، لا صار في بنت شيخ تعرف اكوانه. المزن بنت ابن مدرج حياها سيره باسم مناصر يزين الشعر واوزانه، باسم مناصر يزين الشعر واوزانه. في بنت صقر المديح مواصل سيره، في غيرها المدح سلعمالها خانه. المزن فيها الكرم والطيب والجيره، فيها الوفا وسمعة بالطيب رنانه، ولا هي غريبه من المطران واميره، متصدره بالجمال وتملك رهانه، متصدره بالجمال وتملك رهانه. من راس شيخ يقود الجمع ويديره، صقر عسى جنة الفردوس مسكانه. هي شيخة الزين ومن اكبر مشاهيره، خواتها حاكمات الزين واركانه، بس بابهن كل عذر صابها غيره، ومنافستهن على الميدان خسرانه، ومنافستهن على الميدان خسرانه. وعيالها باللزوم حزام وذخيره، محدن جه الناصر الدندون واخوانه، مازن وتركي وشبوا بالجبن نيره، المدح باسمه الثلاثه فك بيبانه. العز بعيونهم بنت تباشيره، والطيب مذخور من بدر وجدانه، والطيب مذخور من بدر وجدانه. شيوخ الموازين وصل الشيخ توقيره، مدالجه واسمهم يكفيك عنوانه، واختامها المسك من غالي مصاديره، هدية من مهال المزن مليانه، واختامها المسك من غالي مصاديره، هدية من مهال المزن مليانه، هدية من مهال المزن مليانه. الشعر والقافي والمعنى وتصويره مضمون عندي وماجد عنده الحانه، واشراع على شاعر مجاد تعبيره، لا صار في بنت شيخ تعرف اكوانه. المزن بنت ابن مدرج حياها سيره باسم مناصر يزين الشعر واوزانه، باسم مناصر يزين الشعر واوزانه. في بنت صقر المديح مواصل سيره، في غيرها المدح سلعمالها خانه. المزن فيها الكرم والطيب والجيره، فيها الوفا وسمعة بالطيب رنانه، ولا هي غريبه من المطران واميره، متصدره بالجمال وتملك رهانه، متصدره بالجمال وتملك رهانه. من راس شيخ يقود الجمع ويديره، صقر عسى جنة الفردوس